لعيبه داس عليها القطر، يلا بينا. اللعيب بتاع النهارده هو هاشم مستور. هاشم مستور هو لعيب مغربي اتولد في ايطاليا، بدا حياته الكرويه هو عنده 10 سنين مع فريق ريجيانا. هاشم كان لعيب مهاري جدا وعم بيعمل فيديوهات على اليوتيوب بقى سكيلز وفري ستايل والجو ده، بشار عربي صغير كده. المهم من مهاراته ومن الشهره الكبيره اللي وصل لها بقى هدف الانديه كتير، وهو عنده 14 سنه الميلان قرر ان هو يشتريه بدفع فيه 500,000 يورو، لدرجه كمان ان هو عنده 15 سنه اتجاب من ريد بول في فيديو دعائي بينه وبين نيمار زي تحدي مهارات كده وبتاع. غير كده كمان في الوقت ده هو كان اتصعد فريق اول، فيعني هاشم كان قفل اللعبه بدري زي ما بيتقال. طبعا كان لعيب صغير فهو كان محتاج وقت عشان يثبت نفسه انه يلعب اساسي بشكل طويل، فقرر ان هو يطلع اعاره لملقا. كانت اعاره لمده سنتين، اول موسم لعب ماتش واحد بس وكان كبديل، فسخ الاعاره بعد اول موسم طلع على اعاره ثانيه للنادي في الدوري الهولندي، لعب معاهم 15 ماتش اغلبهم كبديل وسجل هدف واحد بس. رجع للميلان لعيب ما قدرش انه يثبت نفسه، ما قدرش برضه يقدم حاجه مع ميلان فنزل الفريق الثاني. ساعتها جاتوسو اللي كان مدرب الميلان لما اتكلم عنه قال ان هو اتشهر بفيديوهاته وما اتشهرش بلعب ماتشات. ففي الاخر بعد كل ده ميلان برضه استغنى عنه. هاشم مؤخرا لما اتكلم عن مسيرته لخص المشكله اللي كانت عنده في جمله واحده، قال انا كان المفروض ان انا اروح اياكس بدل ميلان، لان اياكس كانوا يقدروا ان هم يحموني من الضغط الاعلامي. وحاليا هاشم رجع للمغرب وبيلعب في فريق درجه ثانيه في الدوري المغربي.